محمد عليه الصلاة والسلام أم الكعبة؟ الرد وبكل سهولة. الكعبة أمرنا الله عز وجل بالتوجه إليها، وأمرنا بأن نستلم الحجر الأسعد بأيدينا، ولم يأمرنا أن نتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود إليه أو بالتمسح به أو بالدعاء عنده. وأما قولك أن الذين يتمسحون بالقبر ويتبركون به يفسقهم ويضللهم بعض المسلمين لهذا الفعل، فأنتم فسقتم وكفرتم من اعتقد أن الله في السماء أو أشار بإصبعه إلى السماء وقال الله في السماء، فأنتم أيضا أعظمتم الفرية على الله عز وجل، وتصفون من يقول أن الله فوق سماواته فوق عرشه، تقولون عنه أنه مجسم، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل بالجارية النوبية وأراد أن يعتقها تطبيقا لوصية أمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتيني بها، فسألها: أين الله؟ فأشارت بإصبعها إلى السماء أو بأصبعها إلى السماء، فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنها أشارت إلى السماء وإليه، قالت: أنت رسول الله، هكذا، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم وقعتم في تكفير ونسبة التجسيم لمن يقول أن الله في السماء. فمن قال أنه من تمسح بقبر النبي يقصد العبادة والتقرب إلى الله، وقال عنه أنه فاسق أو ضال كما نقلت عنهم، فأنتم وقعتم بنفس الفرية وبنفس التوصيف، فلا تعب على غيرك ولا تعب على نفسك. فنحن نعتقد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، نبينا فمل عن الشقاق. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وعلى فكرة، الرسول وغير الرسول من المؤمنين أفضل عند الله من الكعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.